صلى الله إليكم. آمين وإليك. وقد روي أن الأشتر دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد هدأة من الليل وهو قائم يصلي، فقال: يا أمير المؤمنين، صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك. فلما فرغ من صلاته قال: سفر الآخرة طويل يحتاج إلى قطعه بسير الليل وهو الإدلاج. كانت امرأة حبيب بن محمد الفارسي توقظه بالليل وتقول: قم يا حبيب فإن الطريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. كل هذا يسوقه المؤلف إلى مسألة الإدلاج، وهو السير في آخر الليل والتعبد في آخر الليل. وهؤلاء القوم العباد العلماء الصلحاء يفعلون ذلك لأنهم اتهموا أنفسهم واتهموا أعمالهم ولم يثقوا بها، فلذلك يؤدون العمل بعد العمل لعل الله عز وجل أن يقبل منهم. ولذلك ابن عمر يقول: وددت أن الله عز وجل تقبل مني مثقال ذرة. ابن عمر معروف عنه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا تام، كان عالم من علماء الصحابة. عمر رضي الله تعالى عنه وثق فيه وقال: ليس لأحد مدخل في أمر الخلافة إلا ابن عمر، شاوروه بس، لأنه كان يثق في ديانته وفي رأيه رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك يقول: وددت أن الله تقبل مني مثقال ذرة. كثير من الناس يلهو ويلعب كأن الله عز وجل قد قبل كل أعماله. لا مانع إطلاقا، وهذا الذي نحن فيه، أن الإنسان يمرح ويرفه عن نفسه قليلا، لكن باقتصاد. كما أن العبادة باقتصاد فكذلك المباحات باقتصاد، لأن من القواطع عن الله عز وجل وعن تصحيح القلب الولوغ في المباحات. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى قال: إن مجالسة العلماء ما أتكلم عن العامة، العلماء إذا لم يكن استفادة لعلم أو ترقيا في الإيمان، كثرة المجالسة تضر. العلماء ما يتكلم عن أي ناس، إذا ما جالستهم لأجل أن تتعلم أو تترقى في الإيمان أو تستفيد من هديهم أو دلهم إلى آخره، ترى هذا المجلس ربما يضرك ولا ينفعك. ليش؟ لأنه فضول، زوائد ما له قيمة، يضرك ما ينفعك. طيب حنا وش قاعدين نسوي جلب جوالاتنا؟ دعك من الإنسان الذي ينظر إلى المحرمات، سواء كانت من الشهوات أو من الشبهات، ويبحث عنها ويستلذ بها. تكلم عن إنسان ينظر في المباحات فقط وجواله بيده، إذا خلص من التطبيق هذا دخل في التطبيق الثاني، وإذا خلص من التطبيق الثاني راح للثالث والرابع والسادس، يظل يومه يطالع في جواله. كيف يصح قلبه؟ هذا ولغ في فضول الأمور حتى أعمت قلبه. والله كريم، إذا رجعت له يصحح قلبك، لكن احذر من كثرة المباحات. الأكل والشرب إذا أكثرت منه ضرك، أليس كذلك؟ طيب القلب له غذاء، إن غذيته بما ينفع صح ونشط وسعدت وأفلحت وأنجحت، وإن غذيته بما لا ينفع صدك هذا الذي غذيته به وإن كان مباحا عن الأفعال الواجبة. وذلك الإمام أحمد كان معه المروذي، ومروا على صورة يعني شكل معين في أحد الجدران. الإمام أحمد قال للمروذي: لا تنظر إليه. ليش؟ لأن منظر هذا الصورة سيؤثر في قلبك مرة واحدة. طيب اللي 24 ساعة بجواله ينظر إلى المباح، ما أتكلم عن الحرام، كيف سيؤثر فيه؟ يؤثر فيك أثر عظيم، ولا تشعر بهذا الأثر إلا أن وفقك الله عز وجل. فإطلاق النفس مع شهواتها المباحة يؤثر في عبادك، وأثر في إقبالك على الله عز وجل.
ومن وقع في الحرام فأمره أشد. لكن ربنا رحيم، بل هو أرحم الرحماء، فهو الرحمن الرحيم اللطيف الرؤوف الودود، وهو الواسع في كل هذه الصفات. إذا أقبلت عليه أقبل إليك، وإذا رجوته أن يبعدك عن هذه الأمور أبعدك، تأخذ منها بقدر ما تحتاج وتدع الزائد، تصلح نفسك وينشرح صدرك وتحيا حياة طيبة. لماذا؟ لأن السبيل إلى طيب الحياة وطيب العيش هو السبيل الذي ذكره الله عز وجل لنا من الإيمان والعمل الصالح والإقبال على الله عز وجل. إذا أخذت سبيل آخر سيفضي بك إلى ضد ما تطلب. الإنسان اللي يفتش في جواله 24 ساعة وش يدور؟ يبي ينبسط، يبحث عن السعادة، ليس كذلك؟ هذا الذي جعله سببا للسعادة يؤوب عليه فيكون سببا للتعاسة. أقل ما فيها إنسان يحس بكتمه وضيقة في الصدر، وهذا كثير. ليش؟ لأنك أعرضت عن الله عز وجل. أقبل على الله عز وجل بقلب صادق ينشرح صدرك وتعيش حياة طيبة. مهما كان فيك من، إذا كان جسدك معلول مثلا لكن قلبك منشرح أنت مرتاح. كثير من الناس عنده أموال الدنيا لكن صدره مقبوض، ما يسعد بشيء من الدنيا، مال، أولاد، جاه، رئاسة، فخر إلى آخره، كله ما عنده شيء. يقول عطني سعادة ساعة وخذ اللي تبي. السعادة في الإقبال على الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول حاجة القلب إلى الله عز وجل ومعرفته ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته والتوكل عليه والعبادات القلبية بالمجمل، القلب يحتاج إليها أشد من حاجة البدن إلى الطعام والشراب. البدن يحيا بالطعام والشراب، القلب يحيا بذكر الله عز وجل. وإذا حي القلب انشرح وانبسط الإنسان، وضده بضده. صلى الله عليكم.